هلا سلامات تحصل. الحمد لله تمام كده. هلا وسهلا. بصور ولا؟ بصور. والله من لا من هون معلش.
زين. ابعد لانه هلا بتحكي له صوتك بيطلع. هذا المستعجل بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة السمو الملكي الأميرة سناء عاصم حفظها الله ورعاها، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة، ضيوفنا الأكارم، أهلنا الأعزاء، أيها الجمع الأصيل الوفي. أما قبل، ربنا نستمد منك المنحة ونستدفع بك المحنة ونستوهب منك الرحمة لفقيد الوطن الكبير معالي الأستاذ الدكتور محمد خير مامسل رحمه الله رحمة واسعة وأنزله منازل الأبرار والصالحين. أيها النبلاء، نستأذنكم بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة
على روح فقيدنا الراحل. عليه شآبيب الرحمة بإذن الله. خير ما نستهل به آيات عطرة من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. حضورنا الكريم، أزجي بين أيديكم سلاما عابقا بأريج محبتكم وبهاء مقامكم، وأرحب بكم على طريقة الجبليين الذين يقولون تعالوا إلينا فجبالنا وبحرنا وقلوبنا لكم. الأرض عندنا أرض، والبيت بيت، والإنسان إنسان، ولا شيء آخر بينهما. حضورنا الوفي، وفدتم إلينا وفي وفودكم كل معاني التقدير. نجتمع اليوم لتأبين رجل من رجالات الأردن المخلصين، آمن بالعلم ونذر نفسه أن يكون من أهله وطلابه، فهو المولع بالمعرفة والمغرم بالبحث. تشهد الجامعات الأردنية وميادينها بوافر فضله، وله في العمل السياسي صولات وجولات، ويعد من أعمدة الحركة الرياضية في الأردن، كما له في أطايب البر والمعروف والعمل الاجتماعي والتطوعي أياد بيضاء. فقد كان من أصحاب النفوس الخيرة التي لا مسلك لها إلا سبيل الخير، تزرع المعروف وتراعي حق الله وحق الناس. تقول الأساطير الشركسية القديمة: النارتي الحقيقي شجاع فارس مقدام، لا يهاب، لا يتعب في طريقه، ولا يهدأ في مكانه. الأرض فراشه ولحافه السماء. وفقيدنا نارتي أصيل كان محبا لتراث أمته، وهو كاتب الموسوعة التاريخية للأمة الشركسية. آمن أن الإنجازات البشرية تبدأ بأحلام، وبالإرادة والعزيمة والمثابرة أثمر منجزا غنيا حفظ لنا تراث الأمة الشركسية. نستأذن
كبيرنا وفارسنا النبيل وخيرة رجالات الوطن عطوفة الباشا وسعادة العين خير الدين هاكوز رئيس المجلس العشائري الشركسي ليقول كلمته، فليتفضل مشكورا. طيب لا غدير حمامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الأميرة سناء عاصم دولة رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور عبد الله نصور الأكرم، أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، آل مامسر سج وآل قندور الكرام، عائلة المرحوم الأكارم، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سلام عليك أبو نهر، سلام عليك يا من كنت حاضرا ومعلما وطنيا في حياتك، مع إيماننا بقضاء الله وقدره بأن الموت حق، وإنه عتبة الانتقال من الدنيا الزائلة إلى دار الحق الباقية، إلا أنه عندما يغيب عنا رجلا بحجم الأستاذ الدكتور مامسر فإننا كأهل وأصدقاء ورفقاء درب ومجتمع نجد من باب الوفاء أن نستذكره ونذكره، لأنه من خيار الرجال الذي تفوح خلفهم رائحة الطيب. الحضور الكريم، شكرا لتجمعكم هذا لنكرم معا أستاذنا الدكتور مامسر ابن عمان الذي ولد ونشأ وترعرع فيه، وتحلى بخصال الرعيل الأول من خلق وعادات وتقاليد الأهل الذي نفخر ونقدر جهودهم وبصماتهم وسمعتهم العطرة في كل المواقع الذي خدموا وتعايشوا فيها. الأستاذ الدكتور مامسر بدأ دراسته في المدرسة العسبلية في عمان، وتتلمذ على أيدي مدرسين أكفاء في المدرسة وفي مختلف الجامعات التي درس وعمل فيها، وعلى أيدي مدربين في الملاعب الرياضية كان لهم جميعا فضلا كبيرا في صقل شخصيته بعد الباري جلت قدرته. لقد قالها المرحوم في عدة لقاءات: هؤلاء هم وتلاميذهم الذين شكلوا جزءا من الجيل الذهبي في التربية والتعليم والرياضة بالأردن. أبو نات أول أردني حصل على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية، وأول من حمل شهادة الماجستير من أم الجامعات الأردنية، وحمل رقم 5 في سجل موظفيها الذين كان لهم الشرف في العمل في الجامعة الأردنية ليبدأ مسيرته كموظف إداري، وتسلسل في الخدمة فيها إلى أن تسلم مديراً للنشاط الرياضي وشؤون الطلبة والعلاقات العامة، وكان له لمسات طيبة في جامعات أردنية أخرى، وصولاً لرئاسة جامعة مؤتة وخارج الأردن في جامعة العين في الإمارات العربية المتحدة، وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. وشغل في الحكومة الأردنية مواقع عدة
كان أهمها وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة الشباب. وللشباب كان نصيبا في جهوده، حيث ساهم في تأسيس التفوق الرياضي في القبول بالجامعات الأردنية ليكون دافعاً للشباب بالإبداع في هذا المجال من أعمار ومراحل دراسية مبكرة. كان يؤمن بضرورة احتواء وتوجيه الشباب والاستماع لهم وتفهمهم في جميع المجالات العملية والرياضية والاجتماعية والسياسية. ومما لا يخفى عليكم، كان للأمة الشركسية والمؤسسات الشركسية الأردنية نصيباً كبيراً في جهود الأستاذ الدكتور، حيث شارك في الهيئات الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية عدة مرات عضواً وأمين سر، وترأس النادي الأهلي الذي كان له صولات وجولات في ملاعبه، وتوج إنجازاته الكبيرة بموسوعته المتميزة التي وثق فيها كل ما يتعلق بتاريخ الأمة الشركسية. عملنا معاً في العمل الاجتماعي والتطوعي في مواقف مختلفة. كان المرحوم للوعد صادقاً وللإقبال صارماً وفي الأخوة ناصحاً، وكان سنداً لي وأنا رئيساً للجمعية الخيرية الشركسية لما فيه مصلحة الجمعية، وفي اتحاد التايكوندو لما فيه مصلحة الرياضة الأردنية. وكنت أشعر احترامه وتقديره لأدائي دائماً. لقد كرمت مرات عديدة في حياتك من جهات مختلفة داخل الأردن وخارجه، وآخرها في ناديك الذي مثلته في محافل عدة، النادي الأهلي. واليوم ها هم الأهل والأصدقاء ورفقاء الدرب يكرموك بعد رحيلك لعطائك المتميز والخلق الحسن وطيب المعشر وسيرتك العطرة ونبل أخلاقك. رحلت عنا بعد أكثر من 50 عاماً من العطاء، وكلنا بعدك راحلون. مضيت ونحن لا شك على نفس الخطى ماضون. خلفت وراءك من يشهد لك بأنك كنت كما كنت، متزناً معطاء حكيماً. نسأل الله الغفور الرحيم أن يرحمك بواسع رحمته ويدخلك فسيح جناته ويسكنك الفردوس الأعلى، وأن يجعل حياتك ومسيرتك كلها نبراساً يقتدي به شبابنا وسبباً في رفع درجتك في عليين. ولأهلك وذويك وأصدقائك الأوفياء الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حمى الله الأردن بلداً وقيادة وشعباً، ورحم الله جميع المخلصين من أبنائه الذين أخلصوا في بناء هذا البلد الطيب المضياف. وأسأل العلي القدير أن يرحم جميع أموات المسلمين ويعيد الأمن والاستقرار إلى العالمين العربي والإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التقدير عطوفة الباشا، زادك الله شرفاً في المنزلة. قالت العرب: 4 يرفعن قدر الرجل: الأدب والصدق والعفة والأمانة. ويقول ابن قتيبة: زكاة المال الصدقة، وزكاة الشرف التواضع، وخير العلوم أنفعها، وأنفعها ما تعلم وعلم لوجه الله تعالى. يا أبا نارد، نم قرير العين والضمير، فقد أديت الأمانة
وقمت بدورك على أكمل وجه. والرجال الصادقون أمثالك لا يموتون، ستظل أقوالك ومواقفك وأعمالك ومآثرك نبراسا وقدوة لنا. متحدثنا رئيس وزراء من طراز رفيع، وأكاديمي وتربوي، شامخ في علمه كالجبل، وعميق واسع كالبحر. ينطبق عليه قول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. نستأذن دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران الأكرم ليقول كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة السمو، أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكرام، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هناك رجال يأتون ويذهبون، هناك رجال يأتون في الحياة وليس لهم أي بصمة بعد أن يذهبوا، إلا أن المرحوم معالي الأستاذ الدكتور محمد ماسر ليس منهم، فهو دؤوب الحركة، دؤوب النشاط، دؤوب الإنجاز والعمل. لقد ترك بصمته في كل مرحلة من مراحل حياته الحافلة بالنشاط والعطاء. قاد حركة التغيير في الأردن بالنسبة للنشاط التربوي والنشاط الرياضي. مجالاته عديدة كرياضي وتربوي في آن واحد. كان رائد الحركة الرياضية كما كان رائدا للحركة التربوية في عطائه، متقدا ذكاء وصفاء، متواضعا في إبداء تطلعاته، لكنه حازم في الدفاع عن رأيه، حتى ولو أدى ذلك إلى استقالته من المناصب والمراكز التي شغلها، غير آبه بتلك المناصب. يقدر حرية التعبير وحرية الطالب في سلوكياته واحترام الاختلاف، ولم يحول يوما واحدا هذا الاختلاف إلى خلاف. لقد نشأ محمد خير مامسر بين ثقافتين، ثقافته الشركسية ولها أصولها في احترام الأبوة والالتزام بتماسك الأسرة والصدق والاستقامة واحترام الغير. بالإضافة هناك الثقافة العربية في سموها وتماسك العشيرة فيها، لذا كانت شخصيته لها هيبتها، ثرية
بالوفاء والكرم والدفاع عن المظلومين ومساعدة المحتاجين والإصغاء إلى مشاكلهم الاجتماعية. عرفته في نهاية الستينيات عند تعيينه مشرفاً رياضياً في الجامعة الأردنية، وبعدها أوفد من الجامعة لدرجة الدكتوراه، وذلك عام 80. عين بعدها أستاذاً مساعداً ثم مشاركاً ثم أستاذاً عام 92. والدكتور محمد خير مابسر له بصمات واضحة وعديدة في مجالات عديدة ظاهرة في هذا الوطن. بصمته الأولى كانت في الجامعة الأردنية عند تعيينه عميداً لشؤون الطلبة ثم مؤسساً لكلية التربية الرياضية فيها، والتي شيدت في المدينة الرياضية، وهي الكلية الأولى التي تم تأسيسها للتربية الرياضية في المملكة، وتخرج منها التربويون والرياضيون، القيادات التربوية الرياضية من هذه الكلية، والتي أسهمت في بناء قدرات الشباب الرياضي في المملكة. أما بصمته الثانية فكانت في تأسيس إدارة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، إذ نجحت، وهو عنيد يعني، إذ نجحت في استقطابه لتأسيس دائرة الطلبة في جامعة اليرموك والإسهام في بناء هياكلها. لجأ الطلبة إليه في مشاكلهم وكان يقوم بحلها، ويتأخر ليلاً للاجتماع بالطلبة. أحبه طلبة اليرموك وحملوه عالياً على أكتافهم، وهو يشارك معهم في مظاهراتهم دعماً للقضية الفلسطينية ودعماً لفلسطين من الاحتلال. بذكائه استطاع دائماً أن يوجه المظاهرة بحيث تبقى داخل الحرم الجامعي ولا تخرج خارج أسوار الجامعة، لحماية الطلبة من أي سوء قد يحصل. وهذا يعود إلى جذور الثقة التي بناها محمد خير مابسر أبو نارت مع الطلبة في الجامعة. أما بصمته الثالثة فكانت عند تعيينه أميناً عاماً ثم وزيراً للشباب. لقد قام خلال عمله هذا في بناء البنية التحتية للمملكة للنشاط الثقافي والرياضي والفني. كما تقلد الدكتور مابسر منصب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عام 99، ومنصب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات العربية، ورئيس للنادي الأهلي، وهو لاعب دولي ومدرب المنتخب الوطني الأردني لكرة السلة. هذا هو محمد خير مابسر، هذا هو المرحوم الأستاذ الذي بنى المؤسسات الرياضية والثقافية التربوية، والذي بث الروح الرياضية في محافظات المملكة، من كلية التربية الرياضية الأولى والتابعة للجامعة الأردنية وهي في المدينة الرياضية. فهو صاحب مبادئ، صاحب مبادئ التزم فيها طيلة حياته وخلال
جميع المحطات التي حط بها، متمسكا بهذه المبادئ، مخلص أمين صاحب قرار، لا يتردد في اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة، لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، ويتعامل مع واجباته دائما كمشروع مستعجل. مشروع مستعجل لا يحتمل التردد أو الانتظار أو التأجيل. لقد أحبه الناس، أحبه الطلبة، أحبه الرياضيون لما تحلى به من قيم وأخلاق. وحظيت بأن أكون له جاراً في ضاحية إسكان الجامعة الأردنية، وكانت لنا أمسية شهرية معاً نتجاذب فيها الحديث حول الأحداث في المنطقة، فترسخت روح الجوار بيننا وأصبحنا أسرة واحدة كلها مودة ومحبة. لقد فقدنا أبا نارت، فقدناه، فالتعزية لعائلته وأقاربه وزملائه، والتعزية للجمعية الشركسية. لقد أخلص المرحوم محمد خير في خدمة وطنه وفي رعاية أسرته التي حافظت على مبادئه إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم. كل التقدير لدولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، قضى الله بكم حوائج المتبحرين وبسط يدكم في دروب العلم والخير. يقول الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي: اعمل عملك يا صاحبي، فإن لم تزد شيئا في الدنيا كنت أنت زائدا عليها. أبا نارت، لقد عاهدت الوطن أن تكون له بدراً لا يفتقد أبداً، فمسيرتك أكثر من 50 عاماً في البذل والعطاء. متحدثنا أكاديمي فذ، له في ركاب العلم خيل لا تكل ولا تتعب، وصاحب بصيرة ناقدة وخلق رفيع، وهو الصديق والجار العزيز. نستأذن الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن ليقول كلمته، فليتفضل مشكورا. أيها السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيها الحفل الكريم، الموت حق والفقد عذاب، ولكن الموت غريب أيضا، فهو عندما يقرع أبوابنا لا يقبل المجاملة أو الزوغان، فنستقبله مرغمين وبلا تردد وبسرعة وبلا مقدمات. نبدأ في التعامل مع من طالتهم يد الردى
وكأنه مجرد خواطر وحكايات وذكريات. لكن فقيدنا الذي نحيي ذكراه اليوم الأستاذ الدكتور محمد خير مابسر هو أكبر من كل الحكايا والذكريات، فقد كان لأزيد من نصف قرن علما يشار إليه بالبنان في أي ميدان اقتحمه من ميادين السياسة أو الرياضة أو الأكاديمية أو عمل الخير. لم يفاجئنا أبو نرد برحيله، فقد أعدنا تدريجيا لوداعه مع تكاثر أوجاعه ومعاناته مع المرض، ولكنه كان في كل مرة يرتاد المستشفيات يسبق الموت إلى الحياة، إلى أن دنت منيته أخيرا، وبعد حياة حافلة بالعنفوان والعطاء والإنجاز. كان أبو نرد لمن عرفه حق المعرفة كريما حد الإفراط، حيث كانت أبوابه مفتوحة على الدوام، سواء في مكتبه الرسمي أو في منزله الخاص، أمام كل من كانت تغلق في وجوههم الأبواب. كان كريما معطاء يمد يد المساعدة لكل من كان يقصده، وكان من المعروف عنه أنه لا يتردد في المساعدة حتى من جيبه الخاص إن لم تسعفه الأنظمة والقوانين في تقديم العون المالي المطلوب من الصناديق الرسمية للمعونة الوطنية. أما وفاؤه لأصدقائه فحدث عنه ولا حرج، خاصة أولئك الذين عايشوه خلال مرحلة دراسته الجامعية في الإسكندرية، وخلال تسنمه مسؤولياته الأكاديمية والإدارية، وبخاصة في مراحل تأسيس كل من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وأخيرا وليس آخرا جامعة موتى. لكنه كان في الوقت نفسه بارعا في سبر أغوار من تعامل معهم على مختلف توجهاتهم طوال 5 عقود، ولا سيما أثناء توليه المسؤوليات الوزارية. ولأن شعاره كان على الدوام الإخلاص في العمل، فقد كان متسامحا مع كل من اختلف معه فكريا أو شخصيا، ولكن ليس مع من تناوشته تهم الفساد أو التقصير والتقاعس عن أداء واجبات وطنية. قبل بضعة أيام كنت في زيارة طيب الذكر الدكتور كامل عجلوني الذي قدم للتعازى بوفاة الصديق أبو نرد، مشيرا في هذا السياق إلى مناقب الفقيه، وبخاصة تواضعه الجم وبعده عن الأنانية وحب الذات. وقال: كان أبو نرد مهموما حد الهوس بالحالة الصحية لرفيقة عمره ومهرت، مع أنه كان هو بالذات بحاجة ماسة للاهتمام بشؤونه الصحية الخاصة. لقد كان أبو نرد رغم مشاغله الكثيرة رب أسرة بالمعنى الحقيقي لهذا المصطلح، يتفانى في خدمة أسرته وإحاطتها بكل ما وسعه من رعاية وحماية. وكان أبو نرد في هذا السياق أيضا يتابع تربية أبنائه وأحفاده ويحيطهم بكل رعاية ودعم لكي يشبوا كما أراد لهم شبابا أكفاء
محبين لوطنهم متفانين في خدمته وفي خدمة مجتمعهم إلى أبعد الحدود. ولعلنا نستطيع الآن أن نطمئن أبو نرد بأنه نجح أيما نجاح في إنتاج ذرية صالحة، ونقول له إن أبناءك يسيرون على دربك ويتبعون نهجك ويحفظون عهدك. إن من يعرف تمارا ونرد وأبنائهما وما حققوه من إنجازات في مجال العلم والعمل يدرك معنى ومدلول ما نقول. لقد مثل أبو نرد محطة مميزة في مسيرة الأردن، ورغم أنه ارتحل إلى رحمة الله فإن آثاره باقية كما بقيت حكايته وكتاباته ومنجزاته عصية على الزوال. وختاما نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنها على فراقك يا أبا نرد محزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل التقدير للجار العزيز الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، نفع الله بعلمك ورفع قدرك وألهمك الصبر. يقول الأديب القفقاسي الكبير رسول حمزة: عندما يسألونك من أنت تستطيع أن تبرز لهم وثيقة أو جواز سفر يحتوي على المعلومات المطلوبة. أما إذا سألوا شعباً من أنت فإنه سيقدم علماءه وسياسييه وفنانيه وقادته العسكريين كوثائق. وثيقتنا اليوم أنت يا أبا نرد، وها نحن على عهدك ماضون وعلى عهد العلم والخير سائرون. متحدثنا أكاديمي وسياسي يعد من مصابيح نور العلم وقادة الأنام، وهو المنار الذي يرجع إليه الباغي، وهو ممن نهجوا للأجيال القادمة الطريق الواضح. نستأذن رفيق درب فقيدنا معالي الأستاذ الدكتور محي الدين توك ليلقي كلمته، فليتفضل مشكورا. أهل الفقيد المرحوم، أحباء وأصدقاء الزميل العزيز المرحوم محمد خير ممسر، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنام والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الكاتب الجزائري الكبير وسيني الأعرج:
عندما يفاجئنا الموت لا نتذكر إلا الوجوه السمحة التي منحت لنا القلب والجسد والروح بسخاء، وغضت الطرف عن الحماقات الصغيرة التي لا تغير كثيرا في نظام الأشياء. وأؤمن أن غالبية الحاضرين يعلمون جيدا أن المرحوم معالي الأستاذ الدكتور محمد خير مامسر كان أحد هذه الوجوه السمحة الطيبة. ومثل هذه الشخصيات التي تؤثر في العقل والوجدان يكون رحيلها موجعاً بقدر الأثر والإرث الذي تركه بيننا. أيها الحضور الكرام، نقف اليوم لتأبين صديقنا وأخينا وحبيبنا معالي الأستاذ الدكتور محمد خير مامسر رحمه الله، الذي يصعب علينا حصر خصائله الطيبة ومواقفه المشرفة، فقد كان أخاً وصديقاً عزيزاً، ومن الشخصيات التي تمركزت في وجدان من عرفه. فعرفناه وزيراً فاضلاً وتربوياً قديراً ورياضياً مرموقاً وقائداً شبابياً فذاً وقدوة رفيعة المستوى وكثيرة العطاء والمبادرة، مما جعله يستقر في عقول وعاطفة الكثيرين. كما كان مؤلفاً عظيماً يخاطب عقول الناس وقرائحهم، خاصة فيما يتعلق بالتاريخ الشركسي والعلوم الرياضية والتربوية، الذي ألف فيها وأولاها اهتمامه التاريخي والوطني. كان المرحوم قائداً شبابياً مخلصاً لا يتوانى عن قول الحق والسعي إليه، منفتحاً على الشباب ومستقبلهم وداعماً لطموحاتهم، وله في ذلك فضائل كثيرة. وهو ليس فقيدنا وحدنا، بل فقيد الكثيرين ممن أحبوه لسعة صدره وامتداد علاقاته العربية والقومية والعالمية. عرفت المرحوم الدكتور مامسر لاعباً لكرة السلة حين كنت شاباً يافعاً، فكان بالنسبة لي ولجيلي في ذلك الوقت النموذج القدوة. وكنت محظوظاً فيما بعد أن عاصرت ذلك الرجل العصامي المعطاء بعدة سنوات في الجامعة الأردنية حين بدأ حياته العملية كمشرف رياضي في الجامعة، فاكتشفت فيه خصالاً أخرى لم أكن أعرفها، كرعايته الحنونة لطلابه وتشجيعه الدائم للشباب لبذل أقصى ما لديهم ونصائحه المخلصة لمستقبل حياتهم، حيث لم يكن يبخل علينا بكل ما فيه نفع لنا من علم أو نصح. وقد أدت هذه الخصال إلى تحول العلاقة معه بعد إلى زمالة عزيزة استمرت نحو ما يزيد عن نصف قرن، أكثر من نصفها في الجامعة الأردنية. كان المرحوم دكتور مامسر من المؤسسين الأوائل للجامعة الأردنية، حيث رسخ فيها مبادئ رعاية الشباب وضرورة العناية بهم وتوجيههم التوجيه السليم كقادة في المستقبل. إلا أن جهوده لم تقتصر فقط في الجامعات، بل كان له عظيم الدور والتأثير حين عمل في جامعة اليرموك وجامعة مؤتة، التي أنشأ فيهما دوائر لشؤون الطلبة وأشرف عليها،
وامتد أثره إلى العالم العربي في الأوساط الرياضية المختلفة والشبابية منها بشكل خاص، التي كان فيها معروفاً وذا مكانة مرموقة لها احترامها. احترف المرحوم دكتور مامسر التدريس والبحث العلمي لسنوات طويلة، أشرف أثناءها على تخريج عدد كبير من القادة الرياضيين في الأردن والدول العربية، وكباحث أعد عدداً كبيراً من البحوث والدراسات الرياضية والشبابية، وأخذه حبه للبحث العلمي وحسه الوطني الشركسي إلى مجال آخر في البحث، ألا وهو التاريخ والثقافة الشركسية، حيث وضع موسوعته المشهورة عن الأمة الشركسية. وكل المخلصين لوطنهم اختطفته السياسة من العمل الأكاديمي حين عمل وزيراً للشباب ووزيراً للتنمية الاجتماعية، ولا زال كل من عمل معه في الوزارتين يشيدون له بإخلاصه وحرفيته ومهنيته وأخلاقه الرفيعة وقول الحق، سواء اتفق أو اختلف مع الزملاء والمسؤولين، ولم يتوانى عن ترك المنصب عندما اصطدمت معطيات العمل مع معتقداته وقناعاته الشخصية. أما في الحياة العامة فلم يتوانى يوماً عن التطوع لخدمة أبناء وطنه وعشيرته الشركسية والتنظيمات الشبابية والمجتمعات المحلية، مما ترك أطيب الأثر في قلوب وعقول كل من عرفوه. فتحية إكبار وإجلال لروحه الطاهرة التي قادت رحلة طويلة في دروب الخير والإصلاح، وتركت ما تركت من سيرة عطرة وذكر طيب يؤكدان على بقائه حياً في ذاكرة ووجدان كل من عرفه. رحم الله الأخ والصديق الأستاذ الدكتور محمد خير مامسر رحمة واسعة، وأسكنه فصيح جناته، وألهم أهله وذويه ومريديه ومحبيه الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محي الدين توق، دمت مشعل علم وعطاء. يقول الشاعر الأردني حبيب الزيودي: الله يعلم أني ما نكثت لها عهداً ولا فارقت روحي ولا خلدي، فإن عطشت وكان الماء ممتنعاً فلتشربي من دموع العين يا بلدي، وإن سقطت على درب الهوى قطعاً أوصيك بالأردن يا ولدي. لقد كنت يا أبا نارد من أكثر الناس انتماءً وإخلاصاً لأردن العز والفخار. نستأذن صاحب الهمة العالية والروح السامقة الخبير التربوي الدكتور دوقان عبيدات ليقول كلمته، فليتفضل مشكورا. اليوم ثاني مرة بتحدث مباشرة بعد الوجه الوطني الكبير والتربوي الكبير الدكتور توق. هذه مصادفة. الغالية أم نرد، سيداتي
سادتي، كما يقلب الجواهر أطنانا من التراب ليعثر على غرام واحد من الجواهر، فإنك تقلب أطنانا من الرجال لتعثر على محمد خير مامسر واحد أو ما يعادله. مامسر كما اعتدنا أن نسميه اسم علم مرفوع على جبين الوطن، وعلامة رفعه العزة والكبرياء الظاهرة على أدائه وإنجازه، والاحترام والحب الظاهر في وجوهكم وفي اجتماعكم. مامسر اسم علم مرفوع لا تدخل عليه الكلمة كان، وأنا أستغرب حين نقول كان، لأنه ما يزال وسيظل ولن يكون في خبر أي كان من الكانات. مبتدأ مرفوع في رسالة الماجستير. رسالة الماجستير فيها 500,000 رقم في عهد ما قبل الكمبيوتر، ولذلك برأيي كان مبتدأ العالم الرقمي في الجامعات. مبتدأ مرفوع في الرياضة. كان في شبابه حارس مرمى، وفي كهولته كان حارس وطن. كان لاعب كرة سلة، وكنت محظوظا أن أبا نرد قد سمع الكثير من هذا الكلام خلال مشوارنا معا. لاعب كرة السلة تجلت كلها في سلوكات أبي نرد. لاعب كرة السلة يلعب في ملعب نظيف، وكان مامسر ينظف أي ملعب فيه. لاعب كرة السلة اعتاد أن ينظر إلى أعلى، الهدف راقي، ولذلك كان أبو نرد يبتعد كثيراً عن التفاصيل الصغيرة، وكان ينظر إلى أعلى. لاعب كرة السلة يستخدم يده في تحقيق الأهداف، وكان أبو نرد كذلك يحقق أهدافه بيده ولا يعتمد على الكثير ممن يدعون ذلك. أبا نرد أيضا كان مبتدأ للرفض وعدم الإذعان، وكما قيل كان يرفض ويتصدى لأي سلوك فيه شك من الخطأ. أبو نرد مبتدأ في رفع مكانة الوزير كصانع للسياسات وكحام لوزارته ومدافع عنها، ولم يشهد له أي تدخل في شؤون غيره داخل الوزارة. وشتان بين وزير عابر عاثر ووزير قادر صابر ناجح. مبتدأ للعروبة.
وقد لا تعرفون الكثير عن هذه النقطة. أبى أن تعقد الدورة العربية الرياضية سنة 99 إلا بحضور العراق والكويت معا، وكان بينهما ما لا يمكن جمعه. استطاع أن يجمع ورفض عقد الدورة في عمان حتى يحصل على موافقة العراق والكويت. مبتدأ جامع للأشتات. كانت وزارة الشباب شيعاً وأحزاباً. كانت اللجنة الأولمبية تغني على موال، والدورة الرياضية على موال، وأمين عام الوزارة على موال. استطاع بكلمات قليلة وبالحزم الذي تحدثتم فيه أن يجعل وزارة الشباب ولأول مرة تسير بانسجام بين وزير وأمين. وكان من المعروف أنه أبا نرد، وقد كتبت ذلك، الوزير الوحيد الذي لا يخشى أمينا عاما قوي. مامسر مبتدأ البدايات، بداية الرياضة وبداية الشباب وبداية الأخلاق المهنية التي علمنا أو تعلمناها منه. مامسر كان يحمي ولا يهدد، يصون ولا يبدد، وخلافا لغيره يحكم بما يرى لا بما يسمع. وهذه يعني لدى المسؤول الأردني نادرة، أنه يحكم بما يرى لا بما يسمع. سيداتي سادتي جمهور مامسر، اسمحوا لي بالقول دون انتقاص من أحد، هو الوزير الوحيد الذي استطعت أن أتعامل معه بنجاح. ألم أقل لكم بأن مامسر اسم علم مرفوع على جبين الوطن احتراما؟ فعلا الأستاذ الدكتور محمد خير مامسر اسمه علم مرفوع رحمة الله عليه. كل التقدير للدكتور ذوقان عبيدات، فبأمثالكم يكبر الوطن. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. لقد زرعت يا أبا نارد بذور الخير في كل موقع، فحصدت محبة الناس وخلود الذكر. من سيتحدث إلينا إحدى نساء مجتمعنا الفاضلات، صاحبة مسيرة عطرة بالإنجاز والعطاء في العمل الاجتماعي والخيري. فلتتفضل السيدة لينا مولا بإلقاء كلمتها مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي أن أشكر السيدة الفاضلة زوجة المرحوم التي أتاحت لي هذه الفرصة لأتكلم عن المرحوم بكلمات يعني صراحة أنه تكرمتني بهذا الموقف، وأشكرها جزيلا على دعوتها الكريمة، وإن شاء الله أنه نوفق في هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقف اليوم أمامكم وكل حزن على الفارس الشركسي والقامة الوطنية
الذي أحب وطنه الأردن كما أحب قوميته الشركسية، فهما بالنسبة له وجهان لعلة واحدة. لن أتطرق في هذه الورقة إلى ذكر سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والمناصب العديدة التي حظي فيها بالإرادة الملكية السامية، بل سأتطرق إلى الجانب الإنساني الذي كنت شاهدة عليه، إذ كان لي الشرف أن أعمل في مكتبه بوزارة التنمية الاجتماعية كمسؤولة لمكتب التنسيق لقضايا صندوق المعونة الوطنية، حيث علمني أن مساعدة الآخرين تكسب الإنسان سعادة ورضا. وأبداً لا أبالغ إن قلت أنني أستطيع أن أسرد مئات القصص عن تواضعه وقوة بصيرته وتفانيه في خدمة الأردن الذي عشقه. لم يكن يساوم في مبادئه من أجل مكاسب شخصية، كان زاهداً في كل المناصب إن لم تكن متوافقة مع مبادئه. كان ذو شخصية جدلية، مثقفاً ويجيد الكلام ولكن بعفوية وصدق، لماحاً ويجيد قراءة الآخرين، ومع ذلك كان ضعيفاً أمام الفئات الأقل حظاً. كان يصر على زيارة طالبي المعونة بنفسه في حال ساوره الشك، ليتأكد أن أموال الدولة ستذهب إلى محتاجينها الحقيقيين. لقد كنت شاهدة كذلك على زيارته لبعض العائلات العفيفة في شهر رمضان الكريم ليوزع عليهم بنفسه التبرعات العينية، وكان يصف لنا سوء أوضاعهم مما حدا به إلى رفع قيمة المعونة الشهرية التي كانت بالنسبة له أقل من مستوى خط الفقر. وأذكر أنه تعرض حينها للانتقاد من قبل الكثيرين سامحهم الله، علما بأنها لا تزال حتى الآن تحت خط الفقر. ذلك هو الإنسان الذي كانت المناصب تكبر به وليس العكس. انطلق حبه لقوميته الشركسية وللوطن الذي احتضنه من تربيته البيتية، وكان لوالدته الأثر الكبير في تكوين هذه الشخصية، لذا استمر احترامه للمرأة واضحاً، وانتقل هذا الاحترام لعائلته الصغيرة ومن ثم للمرأة بشكل عام. وحباه الله برفيقة دربه التي لم تتوانى عن دعمه ومؤازرته في كافة المجالات التي عمل بها، وكانت له السند في مسيرته المهنية حفظها الله وأطال بعمرها. عندما صدرت الإرادة الملكية السامية بتسميته وزيراً للشباب، نظر من شرفة منزله فوجد على باب المنزل سيارتين بلوحات حمراء، وحينها أعطى تعليماته بعدم إرسال السيارة الثانية، وقال بالحرف: أم نار تتحرك بسيارتها الخاصة ولا داعي للسيارة الأخرى. وهذا مثال على أنه كان يحافظ على المال العام. جميعنا نعرف محاولاته في جمع الصف العربي وإعادة العراق الشقيق للمشاركة في الدورة العربية التاسعة، دورة الحسين رحمه الله. وعندما لم ينجح في مسعاه قدم على أثرها استقالته من منصبه. في السياسة كان رجلاً لا يهادن، وفي المجال الرياضي كان أول الحاصلين على درجة الدكتوراه في الأردن، وفي العمل الاجتماعي كان متواضعاً ومتعاطفاً مع المحتاجين. نعم، لقد فقد الأردن رجلاً مميزاً من رجالاته البارزين، والكلمات تعجز عن التعبير عما في قلوبنا جميعاً من التقدير والاعتزاز الكبيرين. لقد رحل عنا أبو نار، اللقب الذي كان الأحب لقلبه بجسده، لكن إرثه الوطني سيظل حاضراً في أذهان كل من عرفه وعمل معه، وستبقى مواقفه الوطنية وأفعاله الخيرة محفورة في ذاكرة التاريخ. نسأل الله
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. كل المحبة والتقدير للسيدة لينا مولا، دمت نوارة عطاء. يقول الأديب الكبير جبران خليل جبران: البعض نحبهم ونسعى كي نقترب منهم ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم، ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم. والبعض نحبهم ونحدث الدنيا عنهم ونحتاج إلى وجودهم كالماء والهواء، ونختنق في غيابهم أو الابتعاد عنهم. نعم، هو الحب الذي كان يجمع الدكتور مامستر بعائلته وأقربائه وأنسبائه ومعارفه. ومتحدثنا من أقرباء أبي نارت، نستأذن الخبير الدولي والدكتور الإنسان أحمد بوران ليلقي كلمته، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الطيب، سمو الأميرة، أصحاب الدولة والمعالي، أعضاء النادي ومحبي أبو نارت الكرام، أنقل لكم تحية العائلة إلى شخوصكم الكريمة. إن استذكار وعمل هذا الحفل لتأبين أبو نارت الغالي على قلوب الجميع، وبمعرفة الشخصية بمعظمكم أعرف كيف تكنون له كل الاحترام والحب. فقد وكما أشار الزملاء قبلي كسب حب الجميع ودخل قلوب معظم الأردنيين، والكل يعرف الشراكسة من خلال الدكتور محمد خير مامسر. أريد أن أضع بعض الإضاءات كما طلب مني أفراد العائلة الكريمة عن حياة المرحوم، فقد كان لبساطته في التعامل وإنسانيته كان مثالا يحتذى له، فقد تعلمنا منه الكثير. وأستذكر بعض مواقف مع معاليه، حيث كانت مواقف كثيرة ولنا معه ذكريات وذكريات. أول موقف يستذكرني عندما كنت في حياتي الجامعية، رجعت وإذا هو يخبرني كيف أنه كان يعمل بعمل إضافي في وزارة الشباب لكسب قوت العائلة، رغم هذا المبلغ الزهيد الذي كان يتقاضاه، ولكنه كان يتحدث عن هذا المبلغ بكل فخر. فتعلمت منه أن العمل القاسي مطلوب إذا أردت النجاح في هذه الحياة. لنا معه مواقف في قيادة النادي الأهلي أيضا، وكيف طور وحسن جميع مرافق النادي. فالمعروف عن القائد عندما يأتي فإنه يأتي بشيء واحد وهو التغيير، فقد غير كل شيء ونهض النادي الأهلي في عز قل مثيله في عهد أبو نارت العزيز. كذلك كان موقفه عندما تسلم إدارة مدرسة الأمير حمزة، فقد طور جميع أقسامه
ونهضت إدارة لا زال يعمل عليها الكثير من الآن ضمن الاستراتيجية التي وضعها، ومعظمنا لمس ذلك. أما موقفه من خلال الدورة العربية فقد زاملته عن قرب، وكيف كان يشكو أن الكويت والسعودية غير راضين على مشاركة العراق، سيما وأن في الدورة الماضية لم يستطع العراق الدخول إلى لبنان رغم وجود الجيش السوري خير داعم للنظام العراقي آنذاك، ووقفوا على الحدود دون أن يستطيعوا الدخول. فكان يواجه هذه المعضلة، ولكن حنكته السياسية ودهاءه وأسلوبه الحنين والناعم استطاع أن يكسر قلوب الأمير فهد رئيس الاتحاد الدولي العربي آنذاك، والذي مهد له كذلك أن يضمن موافقة العراق. وكان كل ما يطمحه أن يشارك العراق ببعض اللعب الفردية حتى لا يحصل أي نزاع بين الأطراف، ولكنه بمهارته استطاع أن يدخل العراق عضواً فاعلاً وكاملاً في الدول العربية رغم اعتراض الجميع سابقاً. أما على مواقفي الشخصية معه فلا زلت أذكر، ودولة الدكتور عدنان بدران موجود، عندما قلت له أن جامعة اليرموك طلب مني العميد أن أشارك في الهيئة التدريسية وأنتقل من وزارة الصحة، فقال لي: ونعم الكلام، ولكنني سأذهب معك إلى الدكتور عدنان بدران وسنحصل على القرار من رأس النبع، رغم أنني قلت له أن القرار للعميد موجود وهم الذين طلبوا. برز الموقف الثاني أثناء عملي وأثناء في مساري الوظيفي، عندما توجهنا بكتاب إلى رئاسة الوزراء وطال الرد، فعندما تسلم زمام الوزارة وبدون أن يخبرني اتصل معي وقال لي: غدا سنذهب إلى رئاسة وزراء، تكلمت مع دولة الرئيس وأمر باستصدار الكتاب. هذا كانت علاقة الأهل في أبو نارت، كان لا يترك الصغير والكبير. ذهب معي إلى رئاسة الوزراء وبقينا ردحا من الوقت رغم انشغاله وحداثة تعيينه في الوزارة، وأصر على أن يحصل على الكتاب بنفسه. فقد كان ملهما لنا، ونحن نعلم أن أي قادة من قادة التاريخ لهم ملهمين عظام من بدد، فكل رئيس له رئيس وكل رئيس آخر له رئيس كذلك، كلنا نتعلم. فحتى الطفل الصغير يقولون العلماء أنه يأتي طباعه وثقافته نتيجة لتأثير أحد الأبوين عليه أو معلمه في المدرسة. وهنا نضيف أن أبا نارت كان ملهمنا جميعا، فقد كان نستشيره في كل صغيرة وكبيرة. مرة أخرى كان عنده من العادات الشركسية وما نسميها الأدياكابزة، والتي تعتمد على أسس ثلاثة، وهي علم الأخلاق في المعاملة والقوة والسياسة. هذا الدستور غير المكتوب عند الشراكسة والذي توارثناه عبر العصور كان يعمل عليه بحذافيره. فلنا يستطيع القول أن لو كان لهذا الدستور لو كان له عرش لكان محمد خير مامسر خير من تربع على هذا العرش. مرة أخرى أشكر حضوركم وشكرا.
كل التقدير للدكتور أحمد بوران، وزادك الله رفعة. جدي الحبيب، سلام على زهر الشمس في عينيك، إنما يطلع الفجر من روحك النهر، أفتقدك يا قدوتي. جدي، نعمى لعلياء سيرتك. متحدثنا وردة جميلة من أحفاد الدكتور مامسر، فلتتفضل سلمى نالتشيك لتقول كلمة الأحفاد مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعدتم مساء جميعا. سوف أبدأ كلمتي هذه بالتعريف عن أحفاد جد محمد خير، والذين كلفوني اليوم للتكلم نيابة عنهم، وهم زيد وحمزة أبناء خالو نورت مامسر وأنتي لورا برسيق، وإخواني كريم وهاشم أبناء نورت نالتشيك وتمارا مامسر. في سماء الأردن الهادئة ووديانها ارتفعت روحك بسلام، تاركة الحب معنا. يا جدي العزيز، نورك الحنون يضيء ليالينا في البتراء وجبالنا بالنور. يداك التي بنت بحب ورعاية تركت إرثا في عمان وفي كل مدينة. في جرش والعقبة نسمع صدى روحك ونرى حكمتك في كل خطوة نخطوها. ورغم رحيلك فإنك في هوائنا، في كل نسيم نشعر بك في أجوائنا. نم بسلام فأنت دائما معنا. حفيدك المحب حمزة. الجد والجدة نور البيت وفرحته وبهجته، إنهما أصل الأسرة وإليهما ينتمي الأحفاد، وتلتف حولهما القلوب وتستدفئ بحنانهما الصدور. إن وجودهما يمنح الأحفاد شعوراً بدفء الحنان وغزارة المشاعر. جدي الحبيب، أول إشي بخطر على بالي لما أتذكرك هو كيف كنت تحبنا، قديش كنت تهتم فينا وتشتاق لنا حتى لو كنا نغيب عنك بس أكم من يوم، وقديش كنت تلهف لما تشوفنا. كنت دائما تقول لنا وين هالغيبة، زمان ما شفتكم، مع إنه كنا معك قبل يومين. جلساتك معنا كانت كلها عبارة عن مزح وفرح وضحك وفرفشة، بس بنفس الوقت كنت دائما تحفزنا وتحثنا على الاجتهاد الدراسي والتحلي بالأخلاق الطيبة. نجاحاتك وتفوقك بالمجالات العلمية والعملية والاجتماعية ومحبة الناس إلك كانت مصدر إلهام وفخر إلنا، لدرجة إنه كنا نقول أنا بدي أصير زي جده. وإن شاء الله نقدر نكمل مسيرتك وتكون فخور فينا زي ما نحن فخورين فيك. بتذكر زمان ونحن صغار لما كانت تطلع علاماتنا بالمدرسة كنا نركض لعندك نحكي لك علامتنا. كنت تنبسط وتفرح كتير وتروح على غرفتك على خزانتك السرية اللي كنت تطلع فيها ومنها ما لذ وطاب من الشوكولاتة والحلويات وتعطينا منها. ما كنت تقصر معنا بأي مكافأة وبأي مناسبة، وكنت دائما تقولنا بتستاهلوا أكتر من هيك. هاي السنة هي آخر سنة إلي بالمدرسة، وبوعدك يا جدو إني أبذل كل مجهودي وطاقتي عشان أجيب معدل عالي تكون فخور فيي زي ما أنت كنت دائما فخور فينا. من أحلى المواقف اللي صارت معي كانت خلال العطلة الصيفية الماضية، لما كنا متعودين أنا وإخواني نروح وننام عندكم أنت وتيتا، وبليلة من الليالي كان دوري أنام. كانت ليلة شديدة الحر، ما كنت عارفة أنام، فقررت
أقوم وأشعل المكيف. شعلت المكيف وحاولت أخفى بس ما قدرت، رجع الشوب، فقررت أرجع أقوم وأشغل المكيف كمان مرة لأني لقيته طافي. ضليتني على هالرشة طول الليل، المكيف يطفي وأنا أرجع أضويه، وأرجع أحاول أخفى ويرجع يطفي. وبالصبح لما صحيت سألتني كيف إن شاء الله نمتي كويس؟ قلت لك لا والله يا جدو ما عرفت أنام من الشوق، والظاهر إنه المكيف تبعكم كان خربان. فقلت لي وأنت بتضحك لا يا سلوم، المكيف ما كان خربان، أنا كنت أدخل على الغرفة وأشيك عليكي وكانت الغرفة كتير باردة وكنت أخاف عليكي، فقررت إني أطفي المكيف عشان ما تاخدي برد. فقلت لك الله يسامحك يا جدو، لا أنت عرفت تنام ولا أنا عرفت أنام. وهلأ لما أتذكر هذا الموقف الحلو بحمد الله على نعمة الأجداد، قديش كنت تحبنا وتهتم فينا، وقديش كنت حنون مع أحفادك وتخاف عليهم ومستعد تعمل أي إشي بسبيل راحتنا حتى لو كان على حساب راحتك وسعادتك. قبل الختام في كلمة من زيد ابن خالو نورت بعتها من مكان إقامته وحاب إني أشاركها معاكم اليوم بهاي المناسبة. جدي كان بطل وقدوة لعيلته ومجتمعه ولكل المملكة. حتى بهالفترة القصيرة اللي مضت على غيابه بحس بالفراغ الكبير اللي تركه، وفعلا ما حد رح يقدر يعبيه. مع إنه غاب روحه لسه عايشة في الدروس اللي علمنا إياها والمبادئ اللي ربانا عليها. رح أضل أتذكرك طول عمري، وإن شاء الله أقدر أحقق ولو جزء صغير من اللي حققته أنت. رحل عنا لكن حبنا له لن يتوقف ولن ينتهي. ستظل الأمان الذي رحل والضحكة التي غابت. رحلت عن الدنيا ولكن ما زلت في قلب أحفادك حي، ونعاهدك أن نبقى أوفياء لذكراك، سائرين على توجيهاتك لنا، مجدين في دراستنا وتعاملنا الطيب مع الناس ومع من حولنا، وأن تبقى تاجاً فوق رؤوسنا نتباهى بك ونفخر بأعمالك وأقوالك ومحبة الناس لك. يا رب ارحم جدي رحمة الأبرار وادخله الجنة مع الأخيار، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في جنات النعيم. آمين يا رب العالمين. شكرا. أبدعت يا سلمى، وبورك أحفاد الدكتور مامسر، وحقق الله فيكم الآمال. يقول الشاعر نزار قباني في رثاء أبيه: أمات أبوك ضلال أنا لا يموت أبي، ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي. هنا ركنه، تلك أشياؤه، تفتق عن ألف غصن صبي. هو الحب، نعم هو الحب الذي غمر عائلة أبي نارد، فوهبه الله الزوجة الصالحة المحبة المربية عصمة قندور، والابن البارة الصيدلانية تمارة، والابن البار المهندس نارد. نستأذن ابن الفقيد ونبضه المهندس نارد مامسر ليقول كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما راح أقدر أحكي بعد سلمى حكت عنها كله. أشكر المتحدثين وفيتوا، وأشكر جميع الحضور ما قصرتوا. أنا إذا كان في إلي طلب واحد، إنه يكون والدي رحمة الله عليه راضي عني. يا والدي رحمك الله، لقد ورثتني إرثا كبيرا، أدعو الله أن أكون على قدر ثقتك في هذا الإرث الكبير. أوعدك يا والدي أن أبذل كل ما في وسعي، وإن استطعت أن أقوم ب10% من اللي قمت فيه فسأكون من الشاكرين. كان للوالد وصية ليلي، وقبل ما يتوفى ب6 شهور أعطاني USB اللي فيه الموسوعة، وقال لي وصيتي إنه هاي الموسوعة تنشرها وتكون الكل يقدر يقراها، يقدر يوصلها، وترجمها للغة الإنجليزية واللغة التركية. فإن شاء الله سأقوم وأبذل كل جهدي إنه أوفي بوصية الوالد. عملنا ويب سايت للموسوعة، الويب سايت موجود تحت هذا، راح تكون الموسوعة موجودة لكل من يريد أن يعملها داونلود، يقراها، يستعملها. فهاي الوالد عملها للجميع، مش بس للشركس، للجميع. وإن شاء الله قريبا النسخة الإنجليزية هو صغرها، سواها 2 volumes، مجلدين، نقدر نترجمها، وإن شاء الله بنترجمها للإنجليزي وللتركي ولا أي لغة ثانية بنقدر نترجمها إن شاء الله. وراح تكون موجودة برضو على الأمازون بوكس وعلى الكندل وبلاش. هاي موجودة لأي شخص بحب يعملها داونلود، بحب يقراها، وهاي كانت وصية الوالد. الوصية الثانية كانت طلب مني إنه نعمل منحة باسمه للدراسات العليا، درجة الماجستير في كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية. طبعا بعد ما نستأذن رئيس الجامعة ونقوم بالترتيبات برضه راح نعملها إعلان، وراح تكون على الويب سايت الثاني اللي هو .org، شروط المنحة وإلى آخره. وإن شاء الله ربنا يقدرني إنه أوفي بكل هذه الوصايا إن شاء الله. رحمك الله يا أبوي وإلى جنات الخلد إن شاء الله، وأرجو العلي القدير أن يمنحني العزم والقوة لأكمل مشوارك إن شاء الله. شكرا. بوركت أيها النبيل ونعم الغرس، وربط الله على قلوبكم. فقيدنا الكبير، معك لا أسمى إشارة للبعيد، لا ضمائر للغائب، معك كل الغياب حضور، خالدة روحك، خالدة ذكراك. وعذرا شاعرنا الجاهلي عبد بن الطبيب، وما كان مامسر هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. إلى جنات الخلد أيها النبيل برفقة الأبرار والصالحين. أما أنتم أيها الأوفياء فكل عبارات الشكر والثناء والعرفان لن تفيكم حقكم، فقوافل تقدير لكل من تحدث عن فقيدنا
والشكر موصول لكل من حضر فردا فردا، فحضوركم كان لقلوبنا بلسما ولأرواحنا دواء، فالحمد لله أولا وآخرا على ما من علينا من صبر وثبات، وجعل الله إلى المسرات مسعاكم وإلى مواطن الفضل ممشاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتمس منكم البقاء لتناول الحلبة، ودمتم بخير وعافية. لايف الله يعطيك العافيه. ربع ساعة
أهلا دكتور. كامل الفيديو. تفضلي. هذا هيك ولا